الورقة، والصوص الأبيض اللي بطعم الثوم همين. أخلطهن وأحطهن بالشياش وأحطهن بالثلاجة أحتفظ بيهن كل مرة استعملها للدجاج. هسه راح أضيف عليه البهارات والتوابل. انتو صرتوا تعرفون أنا تتبيلة الدجاج شو أحط لها وش أحبلها، لأن تاخذ طعم تاخذ نكهة. فلفل أحمر حار، بهارات حمرة، كله شوي شوي أحطلهن. عندي الملح، عندي مي الحامض، عندي يكون شوية محموضة على حلا شوي، وعندي دبس الرمان. شوية زيت أضيف له. هذا الزيت عندي أحمر مال الدجاج، هو خاص بالدجاج، يكون حار شوية. كافي هاي كمية الزيت. وهسه كله أخلطه وأخليه على النار. بعد يغلي راح أضيف عليه صوص الطماطم شوي، يعطي نكهة طيبة، ياخذ الطعم. وهذا الماي شوفوا كافي، هذا بأربع شوي ونبيه ما أديره. هو بهذا راح يستوي، كل ساعة قلبه الوجهين راح يستوي. زيت البصل، الفلفل الألوان، الطماطم، الفاصوليا الخضراء محضرتها، راح كله هسه أبدأ بيه تقلاه الجدر. هذا الجدر أحط بيه زيت نظيف وأقلي. أول شي أقلي البتيتة، أحضر المكونات كلها أقلي، وبعدين أطبخ التمن بالزيت هذا يصير كلش طيب. الفاصوليا راح أقليها. الدجاج استوى ناطرته، حطيت فلفل حمص راح أطلعه. آخر شي الطماطة قاعدة أقليها، أقلبها وبعدين أطلعها. هذا الزيت راح أقليه بالكمية. هاي ضفت له ماء، ضفت له بهارات شوية والكركم، وراح أضيف له صبغة اللوزينة تعرفوا. هاي اللوبيا همين فاصوليا همين حمصت على صفع همين خلطة. حمرت الدجاج بالجهاز، نسيته شوية حمر زين بس كلش حلو شكله. حبايبي شوفوا الدجاج من استوى بقى، بس بقى دمي مية ومية الدجاج شفتوه كله استوى. هذا اللي بقى من عنده. هذا التمن خليته يتهدر، ضفت عليه هيل مطحون وشوية بهارات البرياني، شوية رشة بسيطة كلش، شوية زيت بورقة الزبدة، والصفتون اللحم بالبداية. مثل ما شفتوا حبايبي وزع البصل همين كله، الفلفل همين، صفت الطماطة همين، أنا متعطيه طراوة للطبخة. نزل اللوبيا، دهن الطقبة أضيفه، لأن أنا ما حطيت التمن هواي دهن أحتاجه. شو تسوون هيجي بديكم على كيف تكبسوه، لا تمردوه، تكبسوه كبس وبعدين تضيفون عليه التمن. ضفت التمن وهيجي راح كله كبسه وعوفه 5 دقايق على الطباخ على النار. أنا من كله ياخذ طعم ويدمج وياه. تسمعون صوت الجدر؟ هاي قاعد يتقلى أكثر جوا. تهدر راح أفرغه بالجدر. يا الله أفرغه بالصينية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الورقة بقت بالجدر، ايش قد حلو شكله. الورقة بقى بالجدر، الزيت الزايدة في فوقها. هذا هو شكله.